السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جبت لكم أسعار يميش رمضان في كارفور. الأسعار نار، كل حاجة مولعة نار. أسعار المكسرات، أسعار اليميش، أسعار أي حاجة كلها نار. دي لفايف مجففة، في مشمشية وفي خوخ، في مشمش وفي خوخ وفي فراولة. أنا أول مرة أشوف الفراولة الصراحة، شكلها جميل. وعنده عصاير كتير، عصاير مختلفة. في حاجة اسمها حاج عرفة، وفي أبو عوف، في صوبيا، في توت، في خوخ، في مانجا، ليمون بالنعناع. أسعار كتير خالص، والعصاير أنواعها كتير. وفي عصير سايب اللي هو الكيس الكبير الأبيض ده، بتوزني منه الوزن اللي انتي محتاجاه. ده عصير بالليمون، ليمون بالنعناع. دي لفايف التين مجفف. أسعار طبعا الحاجات دي كلها ل250 جرام. عين الجمل دي ل250 جرام اللي هي ب45 جنيه. العصاير دي كلها السايب اللي هي ب23 جنيه، إنما العلب دي في حدود ال50 جنيه كلها. أبو عوف ممكن أغلى شوية، لكن العصاير التانية كلها كان ب50 جنيه تقريبا أي طعم. في صوبيا وفي العصاير، احنا بنحب عصير الأناناس، جميل عصير الأناناس. إنتاج 1/24، إنتاج حديث. أسعار المكسرات نار طبعا. الأسعار دي كلها ل250 جرام، يعني 175 جنيه دي، و162 جنيه ونص ل250 جرام. في عصير خروب، وده مكتوب نكهة الأعشاب. ادي الصوبيا والمانجا. انا حاطه صور المكسرات دي في اخر الفيديو خالص، واخداها صور لوحدها عشان تبقى واضحه الاسعار. اللوز المحمص ده كان ب150 جنيه ل250 جرام. ده الكاجو، وده بندق مقشر، كان ب150 جنيه برضو ل250 جرام. عين الجمل حلواني مكتوب ب95 جنيه برضو ل250 جرام. دي اللفايف المجففة دي كان في فراولة، الصراحة شكلها جميل قوي، عجبتني، بس انا مش بعرف تتعمل ازاي. جميل، انا مش بحبهم اصلا يعني. وده قمر الدين العادي، فول سوداني مقشر برضو ل250 جرام ب30 جنيه. وجوز الهند المبشور برضو ب35 جنيه ل250 جرام. مفيش أسعار بالكيلو، كله الأسعار نار. في الأسعار دي كلها للربع كيلو بس. ده الخروب، عصاير الخروب. وده الكركديه. ودي أسعار البلح، 700 جرام ب90 جنيه تقريبا. وفي بقى أنواع تانية كتير، دي درجات تانية. أو أنواع البلح كتير أسعاره متفاوتة، فيه رخيص وفيه غالي. ده ب30 جنيه، 90 جنيه. يعني في بلحة شكلها حلو، في بلحة شكلها مش حلو خالص. دي الأكياس 700 جرام، غير السايب بقى اللي انتي حابة تاخدي الوزن اللي انتي عايزاه. ده نوع بلحة درجة أولى ب50 جنيه. أشكال البلح مختلفة خالص. وده البلح الناشف اللي بيتحط في قلب الخشاف. الأشكال مختلفة والأسعار كمان مختلفة. والأسعار بقى دي أسعار العلب التمر، برضو أسعارها يعني عادية. وحاطين يافطة ان هو ممنوع التذوق عشان خاطر الحاجة غالية، فبيقولك ما ينفعش تدوق اي حاجة خالص. مع ان ده ما كانش بيحصل قبل كده، يعني كان ممكن لما تروح تشتري يدوقك حاجة. ده اسعار البلح ب18 جنيه، درجة تانية، بلحة درجة تانية اسمها بلحة شامية. يعني الصراحة الاسعار في حاجات رخيصة وفي حاجات مولعة نار. ده 620 جرام بس العلبة. اهي دي الصور اللي انا اخدتها. ده الفستق والبلحة ب37 جنيه.
لوز محمص ب150 جنيه، ودي مشمشية ب95 جنيه. والقراصية أحلى حاجة فيها إن هو بيعدلك كام حباية، في نوعين قراصية. دي مشمشية ب95 جنيه. والفستق المملح ب175. الأسعار الصراحة كانت فظيعة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا يا رب الأيام بخير. خدوا جولة في الأسعار، والسلام عليكم ورحمة الله.